لو بتدوري على حاجة مميزة ونفسك تعملي حاجة تكون جميلة والعين تشبع منها قبل البق وجديدة كمان، يبقى لازم تتفرجي على الفيديوهات بتاعتنا. كل يوم القناة بتاعتنا بتقدم وصفة بسيطة ووصفة اقتصادية على قد الإيد، وكلها من مطبخكم، يعني كوبين دقيق ومعلقتين زيت أو ساعات سمنة، وبرضو مقاديرها من قلب البيت، يعني هتوفري وتدبري مع أختك في اللم ورودي. يلا يا بنات، النهاردة وصفة جديدة أتمنى تعجبكم، بس وصفتنا النهاردة مختلفة عن وصفاتنا اللي فاتت. وصفتنا المرة دي فيها خميرة فورية وكمان فيها لبن حليب، يعني مغذية لينا ولأطفالنا. يلا بينا نصلي على الرسول ونبتدي على طول. هتحطي يا قمر 4 معالق سكر كبار وكمان بيضة واحدة، وهتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة فانيليا بودر، وكمان هتحطوا ربع كيلو لبن حليب، ولازم يبقى حليب يا بنات، وهنقلبهم تقليبة خفيفة عشان المكونات دي تتجانس مع بعض، وندوب البيضة في قلب اللبن. وبعد كده يا بنات هننزل عليهم بالخميرة الفورية. الخميرة الفورية عايزين كيس وممكن كيس وربع لو أمكن، لو حابة تحطي كيس وماله، ولو عايزة تزودي شوية هيبقى كيس وربع عشان العجينة تنفش معاكي وتبقى جميلة وطرية من جوه. وبعد كده هننزل ب3 معالق زيت طعام ويبقوا كبار، وكمان يا أمارات شعرة ملح عشان تعمل معادلة للسكر، وكمان شعرة الملح دي بتخلي العجينة بتاعتنا قريبة من طعم عجينة البيتزا. وبعدين يا بنات هنحط نص كيلو دقيق القمح، وليكن دقيق الغلة أي دقيق تحبيه، وتنزلي على المقادير بتاعتك واحدة واحدة، قلبيها الأول بحيث لو انت محتاجتيش الباقي ما تحطوهوش. وبرضو احنا محتاجين نقلبها الأول بالمعلقة علشان ندخل فيها هوا، ودي خطوة مهمة. ولما نلاقيها بقى سمكها وصل زي ما حضراتكم شايفينه كده، هننزل بالدقيق الباقي. ولو حسيتوا برضو ان بعد ما تعجنوها هي لسه محتاجة دقيق وماله، حطوا لها يا بنات وما تخافوش، بس يبقى حاجة بسيطة ما تكتروش المقادير قوي. وهنا يجي دور الاستغناء عن المعلقة، ونبتدي نمارس دورنا في المطبخ ونشتغل في العجينة بايدينا لغاية لما توصل للسمك اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد ما نتأكد ان هي خلاص كده بقت متماسكة معانا، هنغطيها، ودي خطوة مهمة، هنغطيها